يوم بريس ياك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر الإخوان في موقع يوم بريس. أولا أشكره على تتبعه للحدث القصري خصوصا الجانب الرياضي، وثانيا أشكره على يعني الأسئلة التي تقدم بها كانت تصب في مصلحة الرياضة القصرية. بالنسبة إلي كإعلامي بمدينة القصر الكبير، كانت لدي انطباعات سلبية جدا حول الأسلوب الذي تعامل به الضيف، وللأسف قمنا بتشريفه وقابلنا به في منصة. مع الأسف في الوقت الذي كان يطلب من الجميع عدم الانفعال، كان هو أول من يمارس الانفعال على الحضور، سواء الحضور الذي يرفض تواجده داخل المكتب أي ما اسمه بالمعارضة، سواء الإعلاميين الذين حضروا لتنوير الرأي العام، خصوصا أن الإعلاميين يقفون موقف الحياد لا يتبعون أي جهة، كل همهم هو أن يوصلوا الصورة كما هي للرأي العام القصري. فبهذه المناسبة أدين السلوك الذي مارسه السيد حسن بوتكريش في حق الصحفي السي محمد العليقي، الذي نعرف عنه أنه يكتب في مجموعة من المنابر الإعلامية، وكتاباته هي كتابات وازنة جدا، يكتب في الثقافة، يكتب في السياسة، يكتب في الرياضة. ومع ذلك السيد حسن لأنه ربما لا يتابع كتابات هذا الصحفي القدير، طلب منه أمام الحضور وبشكل مليء بالإهانة، طلب منه أن يقدم له بطاقته كصحفي حتى يسمح له بطرح السؤال عليه. فبهذه المناسبة أدين وأبلغكم أن مجموعة من المنابر تنوي إدانة هذا السلوك اللا أخلاقي، ومجموعة من الجمعيات وربما نقابات سوف تشارك في هذه الإدانة. السيد حسن يعني كنا سوف نطرح مجموعة من التساؤلات التي سوف تسمح له بأن ينور الرأي العام، ولم نكن في موقف مضاد له، ومع الأسف كان يقابل مجموعة من الإعلاميين بسلوك غير مقبول، وفي النهاية قام بالانسحاب قبل أن تطرح مجموعة من المنابر الأخرى أسئلتها، وهو سلوك آخر غير مقبول.